السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه ديال هذا النهار عباره على تحليه بسيطه وسهله تحضريها في اخر لحظه وكتجي يا سلام. مكونات بسيطه جدا. حضروها هكا لطاوله العيد. الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. بلا ما نطول عليكم نمشيو نتعرفوا على المكونات اللي اسهل منهم كاين وطريقه التحضير في نفس الوقت. في واحد الاناء غادي ناخذ بيضه بدرجه حراره المطبخ كتكون حجم كبير، قبيصه ديال الملح، عندي 5 المعالق ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، غادي نضيف 5 المعالق ديال زيت نباتيه، معالق كبار بطبيعه الحال، معلقه صغيره ديال الخل، و5 المعالق ديال الحليب حتى هو بدرجه حراره المطبخ. وغادي نخدم هاد المكونات بالطراب يدوي كما كتشوفوا حتى ينسجموا هكا مع بعضياتهم. غادي نزيد نصف ساشي ديال الفاني او كيس ديال الفاني، نصف ديالو ماشي كامل. وغادي نضيف 5 المعالق ديال الدقيق من نوعيه جيده هكا، وغادي ندوزهم في هاد تغربلوهم، ضروري تغربلوهم. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او بيكين باودر، ما يعادل 7 غرام. غادي نخل هاد المكونات هكا وغادي نطربهم مزيان كما كتشوفوا، يعني عيب الخلاط يضوي بالزربه هكا باش ينسجموا المكونات مع بعضياتهم. الخليط كيكون خفيف شويه، ما كيكونش يعني عاقد بزاف باش كتجينا هاد التحليه خفيفه. او هاد لاجينواز، معلقه ديال الكاكاو المر غادي نغربلها حتى هي وغادي ندمجها. الفران مشعول على 180 درجه من الفوق ومن التحت. المده ديال الطهي ما كتراوحش 10 ديال الدقائق او قل من ربع ساعه او قل من 15 دقيقه. صافي هنا من بعد ما طابت كما كتشوفوا كتجي واحد الطبقه اللي هي رقيقه، كتجي بومبي، كتجي يعني مفشفشه. كندير واحد الكوردون باش كنعرفوها طابت، كيخرج لينا هكا نقي. غادي نخليها حتى تدفى جانبا. عندي هنايا هاد العلبه ديال الشوكولاته بالحليب من فئه 40 غرام. غادي نضيف نصف الكميه ديالها، وغادي نضيف تقريبا واحد نصف كاس ديال الكريمه السائله الخاصه بالحلويات، وغنديرها في الميكرود هكا باش تسخن لينا هاد الكريمه. يمكن لكم تسخنوا الكريمه وتخويوها على الشوكولاته، ومن بعد غادي ندمج المكونات حتى كنحصل على هذا السائل هكا. وغادي نثقب يعني هذا الكيك ديالي بواحد الكوردون. يمكن لكمش تسقيوها كاع، راه كتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا. انا كيعجبني هذه النوعيه ديال الكيك بالشوكولاته، يجي معلك، وكنفضل نسقيه بهذا الكاناش هذا. كان نخوي هذا الكاناش هكا من بعد ما دفى واحد شويه، والكيك حتى هو دافي. الا كان الكيك يعني سخون ديروا هذا الكاناش يكون بارد. هو لا برد راه غادي يجمد معاكم، ضروري يكون دافي. والكيك يكون بارد ولا دافي. صافي غادي نوزعوه على الوجه ديالها وهو كيتشرب في نفس الوقت. صافي وغادي نوضعها جانبا حتى تبرد تماما. وغادي نشوفوا الطبقه المواليه او الطبقه الثانيه اللي غادي نحضر معكم، اللي حتى هي سهله وبسيطه كتحضر يعني دغيا دغيا هذه التحليه. الطبقه الثانيه عندي سيطرو ديال الحليب، ساشي ديال فلون بنكهه الكراميل، هنا فيه السكر، 2 معالق هكا بومبي ديال لا كريم باتيسير او كريمه الحلواني. وغادي ندمج هاد المكونات وغادي نديرهم على نار حتى كيغلاو، مع الاستمرار في التحريك، ما نوقفوش من التحريك باش هكا ما يديرش لينا تكتلات هذا الخليط. من بعد ما غلى الخليط كيف ما كتشوفوا غنضيف ليه هاد الطانون بنكهه الكراميل او فلو كراميل. وغادي ندمج هاد المكونات مزيان وغادي نصبهم على الكيك ديالنا كما تشوفوا معايا. صافي وغادي نخليه حتى ياخذ درجه حراره المطبخ، وغادي نديرو في الثلاجه هكا حتى يتماسك معايا. ملي غادي هكا يتماسك الخليط شويه غادي نديرو الطبقه الثالثه اللي هي كاس ونص ديال العلبه ديال الماء، معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وعندي فلون بنكهه الشوكولاته اللي فيه ديجا السكر فيه. يمكن لكم تضيفوا 2 معالق السكر هكا الا كان عندكم فلون بدون سكر. غادي ندير الظهر ديال الملعقه وغادي نصب هذا الخليط. ضروري ديروه بشكل متساوي بالزربه، لان الطبقه الاخرى بارده وبالزربه عي كيهبط عليها كيتجمد عليها. صافي وكنخليه ياخذ درجه حراره المطبخ. صافي وكندخلو الثلاجه حتى كيتماسك. التزيين كيبقى اختياري، انا زينت هكا درت خطوط ديال الشوكولاته عندي هي اللي درتهم. كما قلت لكم راه بالزربه خصكم تصبوا هذا يعني بسرعه باش يجيكم الوجه مستوي وكيجي هكا كيلمع. صافي غادي نقطعها مربعات باش غادي تشوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي. صراحه كتجي رائعه. يمكن لكم تحضروا هكا الطاوله ديال العيد ديالكم. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كيجي الكيك معلك وما كيجيش نهائيا ناشف. يمكن لكم تستغناو على ديك المرحله ديال الكاناش اللي سقيت بها، انا كتعجبني.
وهنا اخواتي كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها هكا في البيوت ديالكم، لانها اسهل منها ما كاين، وكتجي يعني كتعطي واحد الكميه لا باس بها لا باس بها. كنقول لكم شكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.